وقال على رأي المثل: يا داخل بين البصلة وقشرتها ما ينوب غير ريحتها. بس الحقيقة إن إحنا اللي بنفتح القشرة بإيدينا وبنعري البصلة وبنبين ريحتها. عارفين كل واحد فيكم بيغلط في إيه؟ أول ما بيحصل بينكم خناقة كل واحد فيكم بيجري على مامته ويشيلها من التاني. شوفي يا ماما أحمد عمل فيا إيه، شوفي يا أمي منى طلعت وحشة إزاي، ومامته تشيل منك وأمك تكره أحمد، وسيرة خناقتكم تطلع للعيلة وعيلة العيلة، وأحمد يروح الشغل ويحكي عن خناقاته مع مراته وهي تلم اصحابها وتحكي قد ايه احمد هو وحش وصعب معاها. بس اللي بيحصل في الاخر ان احمد ومنى اتصالحوا وبقوا زي السمنه على العسل، لكن مامة احمد مستحلفه لمنى ومامة منى مش طايقه احمد، وحكاويكم لسه بيتسلوا عليها في العيله، وزمايلك في الشغل عمالين يحكوا على خناقاتك انت ومراتك، واصحابك يلموا بعض ويتكلموا عن خناقاتك انت واحمد، وبقت كل اسرار بيوتكم شبه البصله العريانه بالظبط. الخصوصيه مش كتمان، الخصوصية هي السور اللي بيحميكم. لما بتدخلوا طرف ثالث في كل خناقة انت مش بتجيب حكم، انت بتجيب جمهور، والجمهور مش بينسى ولا بيسامح زيكم. اتعلموا تخلصوا حكايتكم جوه اوضتكم، عشان اللي بيقشر البصلة الكل في الاخر بيعيط من ريحتها. ونصيحتي ليكم، لو حاسين ان مشاكلكم محتاجة تدخل، روح لمتخصص علاقات يسمعكم من غير انحياز لأي طرف منكم، ويساعدكم ازاي تبنوا حياة سعيدة واستقرار وتبدأوا حياتكم الحلوة من تاني. وقولولي بصراحة، عريتم البصلة كم مرة قدام الناس وإيه اللي استفدتوه من ده؟